الحديث هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفز قوي جدا للعمل، خاصة العمل من أجل الله، سواء في أعمال الدنيا أو في أعمال الآخرة، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في التجارة أو في الصناعة أو في غيرها. محفز إلى آخر درجة، كأنه يقول لا يوجد عذر، الساعة الآن ستقوم الساعة، ومع ذلك اعمل، لا يوجد لك أي عذر أن تترك العمل لأي سبب من الأسباب. ويحثك على أن تحافظ على وقتك أشد المحافظة، ما في شيء اسمه وقت ضايع، ما في وقت ضايع، الوقت الضايع هو الذي ذهب عليك، لكن الوقت الذي أنت لا تزال تتنفس فيه ليس ضائعا، تستطيع أن تفعل فيه شيئا، تستطيع أن تسبح، أن تذكر الله، أن تقرأ، أن تكتب، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تصلح شيئا، أن تنحي أذى من الطريق، أن تعظ وتنصح، أن تفعل أي معروف. لكن الوقت الضائع هو النفس الذي يخرج منك لم يخرج فيه شيء، تأتي يوم القيامة وهذا النفس كان فاضي، لأن الإنسان يوم القيامة بين يدي الله عز وجل من الأهوال العظيمة التي ستحصل للناس هو الميزان، ويوضع الميزان بكفتيه أمام البشرية، وتأتي توضع ميزان حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة. في ذلك الوقت أنت ترى الميزان يتأرجح، مرة توضع في حسنات، مرة توضع في سيئات، يصيبك من الرعب والخوف، لولا أنه ما في موت، وإلا يهلك الإنسان من الخوف، لأنه يعلم أنه لو رجحت كفة السيئات سيدخل النار. فهو في هذا الموطن يتمنى لو كان في الدنيا لم يفعل شيئا إلا الحسنات. سيكون أمامه في مقابل الحسنات شيئان مزعجان، الشيء الأول السيئات التي توضع في الكفة، والشيء الثاني المباحات التي لم يحتسب فيها الأجر. المباحات يعني النوم ومشي وأكل لم يكن يحتسب فيها شيئا، والفراغ الذي لا فائدة منه ولا عمل فيه، هذا الفراغ سيقتل الإنسان، سيحرقه، سيقلقه، سيزعجه جدا. ليت هذا الفراغ كان خيرا، لأنه كان سيكون في ميزان الحسنات. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنت أمام حسنات وسيئات وفراغ، الفراغ هذا كان يمكن أن يؤيد حسناتك، يكون حسنات ويدخل في الميزان. هذا الذي كان يفهمه الحذاق. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.